يوم روتين، يوم طبيعي، يوم تقليدي بتاع الست المصرية الجميلة تصحى من النوم زي ما احنا عارفين. يلا كده مع شغلة وحكاية، قناة جميلة، قناة كده ممتعة تشجعك. يلا بينا لو انتي كسلانة قومي تحدي الكسل اللي زي العسل، قومي شوفي هتطبخي ايه وطلعي حالك وظبطي امورك. شوفي يلا بوتجازك واطباقك اللي في الحوض والحمام لو في حاجة والهدوم لو عايزة تتنشر. يلا كده خليكي شطورة وسريعة. طبعا متعودين في فيديوهاتنا الجميلة ان احنا بنحكي حكاية كل مرة مع الشغلات اللي احنا بنعملها الطبيعية جدا. كلنا عارفين كل حاجة بتتعمل ازاي. هنعمل النهاردة الغدا مع بعض وهنروق كده زي ما انتوا شايفين، شوية حاجات بسيطة جدا. النهاردة كان الحوض ما شاء الله كان نظيف الحمد لله، ما كانش في حاجة. قلت برضو والله انا هصور لأصحابي وحبايبي. كنت انا خلصت الأطباق والحاجات، قلت هخلص يلا قبل ما نعمل الغدا كده هنمسك البوتاجاز بسترس. وطبعا انتوا عارفين في الفيديوهات اللي فاتت انا بحب اشغل دايما عيوني البوتاجاز شوية حلوين كده قبل ما ابدأ ان انا اشتغل في التنظيف. هنروق مع بعض كده وهنتكلم مع بعض عن الحكايات الجميلة بتاعت الستات المصرية الجميلة. كلمتني واحدة وحكيت لي ظروفها. كانت مخطوبة لحد غني جدًا، جدًا، جدًا. هو أول ما اتعامل معاها قال لها إن هو مبسوط جدًا، جدًا ماديًا، وكانت البنوتة لسه صغيرة في تالتة ثانوي، اللي هو مش ثانوي عام يعني، كان ثانوي اللي هو الثانوي الفني ده. وطبعًا هو جاب لها شبكة غالية جدًا، وجاب لها فستان للفرح، وجاب لها حاجات كتيرة جدًا، وكان الولد لسه في الجامعة بتاعته، وكان باباه غني جدًا، جدًا. عندهم حدايد بقى ومصانع وحاجات، مصنع كبير كده وعندهم حدايد وبويات وحاجات من دي، ووِرش تانية وكذا طبعًا. وإيه الفلوس ما شاء الله، لكن الفلوس معاهم ما لهاش قيمة، لإن الفلوس من غير عقل أنا أعتقد إن هي ما لهاش قيمة. المهم المشكلة الكبيرة إن كانت مع الأهل بتاعة البنت إن الولد ده باباه كان مزواج، كان بيتجوز كتير جدًا. طبعًا الولد قعد يحكي مع البنت كذا مرّة في قعدات بقى بعد الخطوبة كده، يقول لها: "أنا هاتجوز زي بابايا، أنا لازم أتجوز زي والدي، أنا زي بابا وعمامي، ما تفكّريش في يوم من الأيام إن أنا هاتجوزِك أنتِ بس لوحدِك." كان يتصل بيها بالتليفون، يقعد يقول لها كلمة باحبِّك في التليفون أكتر من 50 مرّة. طبعًا حسّينا إن هو الولد ده مش طبيعي، يعني يُقال إن هو دماغه كده مش طبيعية. بدأت البنت تفكّر، بدأت تتكلّم مع أخواتها وبدأت تتكلّم مع مامتها وبدأت تتكلّم مع الناس الأكبر منها، تقول بيصدر منّه كذا، 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 وتتكلّم معاها في كلام غريب أوي، تحس إن هو أصلًا أنت مش باقي على خطوبة، أو أنت مش ناوي على تكملة الجوازة دي. تمُر الأيام وتمُر الشهور، للأسف الشديد اللي حصل ما كانش متوقّع، ما كانش متوقّع بشتى الطُرق. الراجل الكبير اللي هو والده يُعتبر، الولد ما كانش كبير أوي، كان في الجامعة زي ما أنتم عارفين، يعني الأب كان لسه يُعتبر في شبابه كده، لإنه كان أكيد متجوّز صغير شوية أو حاجة. أخد البنت وقال لها: "يالّا تعالي أمّا نخرج شوية وأجيب لِك كل اللي نِفْسِك فيه، اللي ابني يأثّر فيه أنا هاجيبه لِك." وطبعًا خارجة مع حماها، فهي وأختها خرجوا معاه، وخرجوا وجاب لها حاجات كتيرة جدًا. وللأسف اللي حصل ما كانش متوقّع. إيه اللي حصل؟ تخيّلوا إن الراجل الكبير في السِن عرض على البنت الجواز، قال لها: "سيبِك من ابني وأنا أتجوّزِك أنا." طبعًا البنت كانت حلوة وجميلة، أهلها ناس كويسة جدًا وناس محترمة جدًا، لكن الماديات بتاعتهم ناس مستورة، يعني ناس ما هماش أغنيا الغناء الفظيع ده. البنت كانت جميلة وكانت صغيرة. في نفس الوقت طبعًا الكلام بقت تتكلم مع أختها تقول لها الراجل قال لي كذا، كذا، طبعًا الكلام كان مش منطقي. البنت أخدت هي وأهلها الكلام يعني بمنطق الهزار وبمنطق الضحك. تمُر الأيام وتمُر السنين، الشهور أقصد، الولد حالته بتسوء في الكلام.
يعني يُقال كان الناس الأكبر مننا في السِن كانوا يقولوا إن هو بيهبِّل في الكلام، إن هو مش عارف يتكلّم، لكن في ناس كانت بتقول إن الولد بيطلّع الحقيقة بتاعته مع الكلام، يعني الإنسان بيظهر مع الكلام، كل ما الإنسان يتكلّم أكتر، كل ما يظهر أكتر، عيوبه تظهر أكتر. عرفت فلان، لأ ما عرفتوش، عرفته، عاشرته، لأ ما عاشرتوش، يبقى أنت ما عرفتوش. فعلًا الإنسان بيظهر مع التعامل، مع العِشرة. تمُر الأيام برضه الهدايا تيجي أكتر وأكتر، الراجل يهتم بالبنت أكتر وأكتر، لكن طبعًا والد البنت ووالدتها طبعًا كان الكلام مش منطقي خالص، كان الكلام أخدوه بمحمل الهزار. جات في يوم البنت من كتر الكلام أنا هاتجوّز عليكِ، أنا ما أعرفش إيه، أنا ما أستحملش أدخل ألاقي حد عندي في البيت مكاني، الكلام طبعًا كلام البنت والدها ووالدتها تربية محترمة جدًا وبيت نضيف جدًا وعائلة كويسة جدًا، جدًا، لكن الولد يا عيني عليه دي عيلته كده وتربيته كده ونظامه كده، وهو طلع من صغره لقى والده كده وعمامه، إحنا مش قصتنا. طبعًا هي دي بقى نقول التفرقة الاجتماعية أو الفروق الاجتماعية اللي بين الطبقات وبين العائلات. أنت طالع من عيلة واخد على النظام ده، إن ده حاجة عندكم عادية في عيلتكم، والبنت كانت مش واخدة على النظام ده خالص. تمُر الأيام وتمُر السنين، بعد ما البنت اتفركشت طبعًا قالت لهم جات في يوم وقالت: "أنا مش عاوزاه، خلاص أنا مش عاوزاه." هي كلمة واحدة أنا مش عاوزاه، يعني أنا مش عاوزاه. يشيلوا البنت شيلة ويحطوها حطة ويجيبوا لها الكلام طبعًا إحنا كأهل البنت أخدوا الكلام بتاع الراجل الكبير في السن اللي هو حماها، وطبعًا قالوا إن الكلام ده اقفلوا على الكلام ولا أكنه قال حاجة للبنت كأنه كان بيهزر معاها. رديت عليها أنا قُلت لها: "طَب أنتم ليه ما واجهتوش الولد وواجهتوا أبوه؟" قالوا: "لأ طبعًا عمرنا ما كنا نواجه الولد وأبوه، لإن طبعًا وقت ساعتها الراجل هيقول أنا باتكلم بهزار وباضحك معاها دي بنتي." والكلام من القبيل ده. حتى الراجل وهو بيتكلم معاها يقول لها: "هو ابني جاب لِك شبكة بكام؟ ب70.000." لأ، طبعًا الكلام ده من فترة، من زمان يعني، ب70.000 كان ال70.000 بقيمة 700.000 جنيه دلوقتي، "ابني جاب لِك شبكة ب70.000 أنا هاجيب لِك ب150." طبعًا الراجل كان بيتكلم كلام بجد، لكن البنت وأهلها أخدوا الكلام أكنه هزار، وكانوا محتاطين جدًا، وكانوا خايفين جدًا من الراجل ده على البنت. كان أمّا يطلبها تخرج معاه عشان قال يعني إن هو يجيب لها هدايا ويفسّحها كده، الراجل كان بيطمّعها، لكن هي كانت حريصة جدًا وأهلها كانوا ناس ما شاء الله عليهم، ناس حريصة جدًا، جدًا، كانوا واخدين بالهم من كل النُقط. لَفَت الأيام برضه وبعد فترة من الوقت قالت خلاص أنا مش عاوزاه، يعني أنا مش عاوزاه وقفلوا على الكلام والراجل أخد شبكته، طبعًا الدنيا كلّها تروح والدنيا كلّها تيجي، أنا باحبها، أنا، قالت له خلاص وأنا كمان خلاص كده الموضوع خلص لحد كده والموضوع انتهى بالنسبة لي. بعد فترة البنت جالها عريس واتخطبت واتجوّزت، بعد فترة كمان الناس سمعت إن الولد ده راح مصحة نفسية وعقلية. جات البنت تقول إيه، أنا خايفة لا أكون هي ده سبب المشكلة كانت بتحكيها معايا، بتقول أنا خايفة لا أكون أنا سبب المشكلة دي أو أنا سبب إن أنا دمّرت له نفسيته، لكن هو ما كانش عقلاني خالص في الكلام اللي هو كان بيقوله لي، فأنا خُفت منه وخُفت أكمّل معاه تكون حياتي تعيسة. يا ترى رأيكم إن هي كانت السبب والّا أنا رأيي غير كده خالص؟ رأيكم إن البنت كانت السبب إن هو فعلًا دخل مصحة نفسية وعقلية وعصبية؟ وبعد فترة من الوقت برضه مرّت الأيام والولد أضرب عن الزواج خالص، البنت اتجوّزت وعاشت حياتها، لكن هي عندها نفسيتها تعبانة دلوقتي بتقول إن أنا ممكن أكون أنا السبب أو مش السبب، الله أعلم، مش عارفة رأيكم إيه في الحكاية،
لكن طبعًا أكبر دليل إن باباه كان مزواج، واللي باباه كمان أكبر دليل إن البنت أصلًا ما كانتش هي السبب في القصة دي كلّها، إن كان بيشتكي لها من باباه شكوى صعبة جدًا، إن هو كان بيضربهم وهُم صغيّرين، كان بيقلب صينية الأكل وهُم صغيّرين، كان، وكان، 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 وتمت القصة كلّها بعد طلاق الأم، أم الولد. الأب طبعًا طلّقها لإنه كان حابب يتجوّز واحدة قريبتها فما كانش ينفع. الحكاية ليها بقية، مش عايزة أطوّل عليكم في الفيديوهات، بس قولوا لي رأيكم، ممكن تكون البنت هي السبب فعلًا إن الولد دخل مصحة نفسية وعصبية، والّا الولد أصلًا حياته النفسية والعصبية كانت مش مضبوطة، الأب هو السبب، والّا البنت المخطوبة هي السبب اللي كانت مخطوبة، والّا زواج طلاق أمه بعد السن ده العمر ده كله بعد ما أمه وقفت مع أبوه وقفة كبيرة جدًا هو السبب؟ إيه السبب؟ أستنى رأيكم في الكومنتات. لايكات كتير وشير للفيديو لو عجبك الفيديو، لايكات كتير وكومنتات حلوة كتيرة إيجابية لشغلة وحكاية، وإلى اللقاء، هستنى رأيكم في الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.